توقعات برج الثور لشهر أغسطس 2025. مرحباً بيك في قناة هيرسكوب، القناة اللي دايماً بتقدم لك توقعات فلكية دقيقة ومختلفة عن أي مكان تاني. لو أنت من مواليد برج الثور أو عندك حد قريب ليك من البرج ده، الفيديو ده ليك. وياريت قبل ما نبدأ تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان توصلك كل التوقعات أول بأول. البرج الثور من 20 إبريل إلى 20 مايو. حب والعلاقات. أغسطس بالنسبة لك هو شهر المفاجآت العاطفية. لو أنت مرتبط هتحس إن العلاقة بينك وبين شريكك فيها دفء جديد، في لحظات رومانسية تحصل بدون تخطيط، وممكن تتفاجئ بعزومة، هدية، أو حتى خبر حلو يخلي قلبك يطير من الفرحة. لكن في بداية الشهر ممكن يحصل سوء تفاهم بسيط. خد بالك من نبرة صوتك أو طريقتك في الرد، لأن العناد هيكون حاضر بقوة عندك. لو مش مرتبط، في احتمالية كبيرة إنك تقابل شخص مختلف عن نوع الناس اللي بتنجذب ليهم. هيشدك حد بطريقة كلامه أو تفكيره، وممكن العلاقة دي تبدأ في مكان مش متوقع، زي شغل، كورس، أو حتى مشوار بسيط. نصيحة: لو حد قديم رجع فجأة، اسأل نفسك أنا محتاج إيه دلوقتي، مش هو اتغير. العمل والمهنة. شهر الحسم المهني. في قرارات مهمة في الشغل هتتطلب منك إنك تكون واضح وصريح، وده هيميزك في الاجتماعات أو وقت مناقشة مشروع. البعض من مواليد الثور ممكن يبدأ مشروع خاص أو يفكر يغير مجاله. لو في فرصة قدامك للسفر أو التوسع المهني، ما تترددش، بس لازم توازن بين الطموح والواقعية. في الأسبوع الثاني من الشهر هتجيلك مكافأة أو إشادة من مديرك، خصوصاً لو اجتهدت الفترة اللي فاتت. الطاقة حوالين الشغل مشتعلة، فحاول ما تسيبش حاجة للظروف. نظم وقتك وخليك مركز. المال والوضع المادي. المال داخل بس برضو طالع. عندك دخل إضافي ممكن يجي من شغل جانبي أو مكافأة، بس في نفس الوقت في مصاريف غير متوقعة مرتبطة بالبيت أو أحد أفراد العيلة. حاول تبص على أولوياتك وتفكر كويس قبل ما تشتري حاجة غالية أو تدخل في التزام مادي طويل. النص التاني من الشهر مناسب جداً لتنظيم أمورك البنكية أو سداد ديون. لو فكرت تستثمر، اقرأ كويس وخد مشورة قبل أي خطوة. الطاقة العامة. طاقتك في أول أسبوعين من الشهر متذبذبة شوية، يوم حاسس فيه بالحماس ويوم تاني نفسك تنام ومش عاوز تكلم حد. ده طبيعي، بس خد بالك من تأثير ده على الناس حواليك. ابتداء من يوم 17 الطاقة هتبدأ تستقر، وهتحس إنك بتعرف تتحكم في مشاعرك أكتر. جرب تمارس رياضة خفيفة أو حتى تخصص وقت لنفسك في آخر اليوم، هتفرق معاك جداً. علاقات اجتماعية وعائلية. العيلة محتاجاك الفترة دي. حد من الأقارب ممكن يكون محتاج دعم معنوي، وجودك هيفرق جداً معاه. كمان في صديق قديم هيرجع يتواصل معاك. هل هتفتح الباب ولا هتفتكر اللي حصل زمان؟ القرار ليك. في خروجات، مناسبات، وجو اجتماعي هيخليك تضحك من قلبك، خصوصاً في آخر 10 أيام من الشهر. فضول. نصيحة الكوكب ليك. كوكب الزهرة بيقولك قلبك دايماً عنده البوصلة الصح، بس عقلك ساعات بيطغى عليه. حاول توازن بين الإحساس والمنطق، بين الخوف والشجاعة، بين اللي فاتك واللي جاي. ملخص الشهر: حب جديد أو دفء في العلاقة الحالية، فرص مهنية محتاجة جرأة ووضوح، مصاريف مفاجأة لكن في حلول، طاقة متذبذبة في الأول لكنها بتتحسن، علاقات اجتماعية قوية وعودة ناس من زمان.